يعني ايه فايتر؟ يعني بيعافر في الدنيا، بيسعى في الدنيا، فراك كده في الدنيا. انت كراجل مطلوب منك انك تبقى كده. الحلو ان انت ممكن تبقى كده وانت مش واخد بالك. ربنا يأهلك او يديك الفرصه انك تبقى كده، او عندك الفرصه دي وتفايتر، تبقى فايتر. وكل واحد فايتر بشكل ما، يعني عنده على حسب امكانياته. انت بتبقى فايتر على حسب امكانياتك. يعني انت مش مطلوب منك انك تحرر اي حاجه، انت مطلوب منك ان على حسب الامكانيات اللي عندك تبقى فايتر، تبقى راجل جدع، تبقى بتعافر مع الدنيا، بتنزل تطحن. يلا حلو الطحن، وده حلو في المصريين. يعني في مصر انا ما اعرفش، بقيت بايست جدا المصريين، ما عنديش فكره. يعني ابتديت احس كلمه مصري دي بشكل كبير جدا. فراك في الدنيا، يلا بلاش دلع بقى، قعدة السرير والسوشيال ميديا وسكرول ما بياكلش عيش ده يا بيه. ده ما بيفرقش معاك في الدنيا. ما تتوقعش ان حياتك هتبقى واو لما تبقى قاعد في البيت وبتسكرول خالص. والسفر غربة، يا سلام على قلبك زي السكر. انزل الطحن يا بيه، في ايه مالك؟ ما تبطل دلع، انزل الطحن، يلا سافر، عيش غربة، اكتشف حاجات، شابتر في حياتك. وقلت الموضوع ده كذا مرة في كذا فيديو. احنا على فكرة احنا عندنا كذا فيديو على كذا يوتيوب شانل، كذا قناه على يوتيوب. فانا بحاول دايما انزل فيديو، يعني مثلا فيديو للدكاتره على قناه الدكاتره، فيديو بابليك، فيديو فلوج، يعني اوكي ما علينا. فانت مطلوب انك تسعى في الدنيا، تطحن يا عم. هتعيش فتره واحده، ما تعيش واحده. انزل الجيم، كسر نفسك، يلا اللي بعده ها. ومش مطلوب منك في الجيم، التمرينه بتاعت الجيم مش مطلوب منك انك تبقى بقى بادي بيلدر واو، لا خالص. بس مطلوب منك انك تروح تحرك جسمك. ليه؟ ربنا بشكل ما خلى سعادتك في المجهود اللي انت بتعمله. يعني انت سعادتك، انت بتفوق لما تنزل تتدرب، لما تنزل التمرين هتفوق، هتهدى. السوشيال ميديا مع الافكار الكتير اللي عماله، مع السكرولنج الكتير، افكار كتير جدا 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 بتيجي في بالك، عمال بت اوفر ثينك. يا ريت والله. بس برضه في فيديو قبل كده قلت في فرق ما بين الاوفر ثينكينج والديب ثينكينج، اللي هو التفكير بعمق في موضوع معين، وانك تاوفر ثينك في افكار كتير جدا بتعمل لك تشتت، فانت مش عارف تركز، بايظ خالص. ما ينفعش، ده مش حلو. الحلو انك من اول ما تصحى الصبح تنزل على طول، ولما بتبتدي يومك بطحن، تيجي في نص اليوم كده تبقى مبسوط، تبتدي تهدى. اخر اليوم تخش السرير مبسوط انك داخل السرير تنام، احنا عملنا حاجه حلوه النهارده. دي غالبا كان ستيف جوبز كان قالها قبل كده، ان هو بيحب يدخل السرير وهو داخل ينام، الحمد لله انا عملت حاجه حلوه النهارده. الرضا، ان يبقى عندك رضا، بتطحن وعندك رضا، بتسعى في الدنيا وعندك رضا. احنا بقى عندنا نوع من انواع، ما بقاش كلمه فايتر دي انك تنزل تبقى فايتر في الدنيا، ما بقتش موجوده. بقى عندك نوع من انواع ما انا عايش كده، ما خلاص. بيلمس معاك الموضوع ده. ما ينفعش يا صاحبي والله، ما ينفعش تكمل كده. حياتك مش هيبقى ليها طعم. كمان 5 سنين 10 سنين هتندم، هتبص ورا ايه ده، الخمس سنين ال10 سنين اللي عدوا. النهارده الجمعه، انا مش عارف ازاي في 3 جمعات انا عديتهم. يعني انا في 3 جمعات صليتهم في مصر. انا بالنسبه لي انا يعني اصل دي الحاجه اللي انا بحسب الوقت، بحسب ايامي في مصر بالجمعه. هي الجمعه ده انا لسه مصليها امبارح وانا لحقت. من الحاجات برضو التانية اللي الواحد نفسه فيها، ان هو يتجوز حد فايتر في الدنيا، ان هو عيله الشخص اللي هيتجوزه برضو يبقى فايتر. يعني ايه؟ بيسعى معاك في الدنيا. بيسعى معاك في الدنيا دي مش مطلوب منها كبنت، يعني مش مطلوب منها، لان برضو خليني بس اقول الحته دي، البنت عايزه حد فايتر. يعني ايه؟ حد راجل كده مسؤول، يعرف يسلك في الدنيا، يعافر مع الدنيا. امكانياتك ضعيفه، اهلا وسهلا، بس بتعافر مع الدنيا، البنت هتحترمك وهتشيلك فوق دماغها، شكرا. فزي ما انت فايتر في الدنيا، انت عايز في يوم من الايام لما ترتبط بحد فايتر في الدنيا. فايتر لحاجتين، هي البنت نفسها فايتر في الدنيا، يعني بتسعى في الدنيا، مش قاعده، انا اسف، قاعده ما بتعملش اي حاجه غير انها بتسكرول على السوشيال ميديا. انا مش عايز ارتبط باي واحده كده، برضو مش عايز ارتبط بحد، وده غصب عني والله بحكم السفر. ما بقتش عايز ارتبط ببنت مجرد انها بنت عاديه، متربيه واخلاق ومحترمه. والله العظيم لو اتجوزتها وقعدت في مصر هبقى في قمه سعادتي، في قمه سعادتي. انا نفسي في ده، بس معلش انا اسف والله، انا حياتي بقت مختلفه. يعني حتى صحابي لاحظوا الموضوع ده. مصطفى، انت متطلباتك من البنت اللي انت عايز ترتبط بيها عماله بتتغير كل شويه. يعني اللي قريب مني ملاحظ ده، هو كان مستغرب هو ليه كده. قلت له انت كل ما بتسافر او كل ما بتتحرك كل ما بتكبر، وفي حاجات جديده اكستريم بتحصل في حياتك، انت فعلا
الحاجات اللي انت بقيت محتاجها من البنت بتختلف. ولما بتكبر تفكيرك في الارتباط بيختلف. يعني انا حتى انا بس مش عايز انسى لان في كلام كتير عايز يتقال. البنت انت لما بتيجي تختار اي بنت، يا اما بتختار بعقلك يا بقلبك او المشاعر الايموشنز، يا اما بتختار بشهوتك. شهوتك هي اللي بتتحكم فيك. وكنت قلت انه مشاعرك فتره، عارف انت الحب بتاع اعدادي اللي هو مفيش اي اسباب ليه، انت بتحب الشخص ده وخلاص. خلاص هو ده انا عايز ده بس. ما فيهوش شهوه، ما فيهوش عقل، وده حلو. ده حلو حب الاطفال اللي هو اللي انت بتتعامل معاهم وانت مبسوط، اللي هو بيحبك كده بدون سبب. ده حلو. بعد كده تكبر شويه، تدخل بقى فتره الثانوي الجامعه، الشهوه بتبقى متحكمه في جزء كبير من حياتك، وده غلط. ده غلط، وده بقى بيأثر على ميلز وفيميلز الاثنين، وده وحش برضه. وانك تكبر اكتر واكتر ويبقى العقل هو المسيطر، وده برضه مش صح. ولكن ان العقل هو اللي يبقى ظابط الحوار، ظابط الموضوع، ده حلو. مع ان العقل مبني على المشاعر، يعني المشاعر هي اساس اللي بتبني العقل بعد كده. ايجال يعني وات ايفر، يعني ايا كان، انت بس محتاج تقعد، يعني تقعد تفكر فيها. انت العادات والتقاليد اللي عندك، الافكار اللي عندك، هي مبنيه اصلا على مشاعر كانت عندك. يعني انت عندك امانه وصدق، مبنيين الامانه والصدق مبنيين على المشاعر اللي كانت عندك، اللي انت اتربيت عليها، المشاعر النظيفه، النبل اللي انت اتربيت عليه. النبل اللي احنا اتربينا عليه من قناه سبيس تون. انا بالنسبه لي انا من الناس اللي اتربيت على سبيس تون حرفيا. عهد الاصدقاء، سابق ولا وان بيس مثلا، الحاجات اللي اتعلمت فيها الولاء، الاصاله، اتربيت. احنا اتربينا حلو جدا والله، اتربينا الجيل بتاعي انا اتربينا حلو جدا، اتربينا سبيستون فعلا فعلا فعلا. ربة جيل، ربة جيل. تعال شوف الناس اللي جايه من بعدنا اللي هيفهمني جيلي، شكرا، اللي كان بيتفرج على سبيستون. الاجيال اللي بعد كده هو متربع على السوشيال ميديا، فانت صباح الفل. اوكي ما علينا، ايجال، اركن كل الكلام ده على جنب. زوجتك دي العقل هيظبط موضوع جوازك، لان زوجتك دي اقرب ليك، اكتر شخص قريب ليك، واكتر شخص هتعيش معاه في حياتك، في عدد ساعات وفي عمر. يعني لو قعدت تفكر شويه، انت والدك ووالدتك لو لسه عايشين ربنا يديهم الصحه وطولة العمر يا رب العالمين، مش هتعيش معاهم قد ما انت عايش مع زوجتك. طب وصل لك الادراك ده؟ كتير جدا. العلاقه عشان تفضل فتره طويله لازم يبقى في الاثنين مناسبين لبعض. ده مهم، مهم جدا. اقرب حد ليك، يعني انت متخيل ان اقرب حد ليك هي زوجتك؟ اقرب بكتير من والدك والدتك. وصل لك الادراك ده؟ يعني اقعد فكر فيه شويه. يعني اللي بيشوفك وانت نايم صاحي بتتقلب بتعمل، زوجتك مش والدك والدتك. وده ادركته اكتر واكتر لان انا بسافر رايح جاي، مش قاعد مع والدي ووالدتي. فانت طول الوقت بقيت عايز فايتر، فانت طول الوقت بقيت عايز حته مشاعر بس حلوه كده مع العقل. عارف انت لو عملت البالانس ده انت كده في الجنه، انت كده ماشي حلو جدا جدا. طيب ايه تاني عايز اقوله؟ ما بقتش الشخص اللي بيتجوز فرد واحد بس، ما بقتش عايز الشخص، بقيت عايز اتجوز بنت فايتر وعيلتها فايتر. ما بقاش الدين بالنسبه لي الحاجه اللي لا انا هتجوز البنت دي عشان دينها. هو ما ينفعش اتجوز بنت عشان دينها، لان الدين ده بيزك. المفروض الدين ده بيزك، يعني مش اوبشن اضافي. مثلا انت يعني زي ايه؟ زي لما تروح تقعد في مطعم مثلا تاكل كباب، اوكي، ما ينفعش تقول للراجل انا عايز سلطه اصلا. ده بيزك، هو كده كده هينزل لك سلطات، ما ينفعش تطلبها اصلا، تبقى بتدور على حاجات تانية. فانت بقيت عايز منتاليتي حلوه ترتبط بيها، عيله فايتر، لان عيالك هياخدوا من اهل مراتك. اهل مراتك جناو بالظبط. اهل مراتك لازم تبقى دماغهم نظيفه، تبقى مبسوط وانت رايح تقعد معاهم، ما تبقاش قاعد متضايق، ما تبقاش رايح تقعد قاعده. طب ايه؟ اصل ده اصل ده جزء كبير، جزء كبير. عيالك هيتاثروا بده. عيالك عارف انت المثل اللي بيقول لك الخال والد؟ انا ما كنتش فاهم المثل ده. يعني ايه الخال والد؟ يعني وانت مش موجود اقرب حد يقدر يقعد مع عيالك هو خالهم، اللي هو جزء ايه بس، اخو مراتك.
فانت بقيت عايز منتاليتي نظيفه، بقيت يعني ده فارق معاك. وده بحكم تاني، بحكم السفر تاني، بحكم كل ما بتكبر كل ما. وفايتر بالنسبه للبنت مش مطلوب منها انها تبقى اندبندنت وومن وتروح وتنزل وتكسر الدنيا، لا، بس تبقى بتسعى في الدنيا، مهتمه بنفسها، مش قاعده على السوشيال ميديا عماله بتسكرول. اهلا وسهلا، يعني ايه يعني ايه سكرولينج؟ كفايه كفايه والله فعلا، مدمر. السكرولينج مدمر. اللغه، احنا بنتعلم اللغه ازاي؟ ان انت تتحط في بيئه مع ناس بيتكلموا اللغه دي، سواء بقى في كورس، سافرت، رحت المكان اللي انت قاعد فيه ده بتشرب منه، بتتعلم منه حاجات. انا عارف اني هتغير، يعني ابقى في حاجات حلوه هكتسبها مع السفر وكده، وطول ما انا رايح جاي انا قادر ابالانس الحته بتاعت ان ما اخدش الحاجات الثقافه، اخد الجزء الحلو بس في الثقافه بتاعت الدول اللي ليها ثقافه مختلفه عننا. موضوع الثقافه ده انت عمرك ما هتدركه غير لما تسافر. قبل كده فكره الثقافه دي مش هتبقى مستوعب يعني ايه عادات وتقاليد وثقافات. لان انت فرق العادات والتقاليد والثقافات ما بين الدول العربيه مش الكبير زي ما بينك وما بين دوله اوروبيه. انت ما بتبقاش فاهم المنتاليتي، يعني بتاخد وقت، مش بس كلغه، العقليه، الناس دي بتفكر ازاي. فاكر في فيديو لمحمد صلاح كان بيقول فيه انا كنت عايز افهم الناس دي بتفكر ازاي، وهو صح. انت محتاج تفهم الناس دي بتفكر ازاي، شايف ايه ايه المعايير اللي على اساسها بيشوفوا الصح والغلط. بس الخلاصه بتاعت الفيديو، خليك فايتر، دور على بنت فايتر وعلى عيله فايتر، ده هيخليك فعلا مبسوط في حياتك. عيالك هيطلعوا حلوين، هتبقى انت ومراتك بتفايتوا سوا. حلو، بتفايتوا انتوا الاثنين، بتفايتوا دي يعني فايتوا ده يعني فايتوا ايه؟ فايتوا كتير. انتوا الاثنين فايترز، محاربين في الدنيا. حلوه دي، انتوا الاثنين محاربين في الدنيا. عايز حد معاك كده، مش عايز بنت كسوله عايزه تقعد في البيت في بنات كويسه جدا جدا متربيه وزي الفل، بس هي شخص بيتوتي. ده حلو لو انت قاعد في مصر، ده حلو. بس لو انت بتسافر، لا، مش هتعرف تسلك معاك. ومش غلط منها، مش ذنبها، هو مش بديها. هي البنت ما اتحطتش في الكوميونتي او ما اتحطتش في الظروف اللي تخليها تبقى فايتر. وتاني ارجع واقول البنت مش مطلوب منها انها تبقى فايتر تنين مجنح بيكسر الدنيا. يمكن عشان برضه قعدت مع دكاتره بشري، فبيقول لي والله انا بستغرب صحابي، انا بستغرب يعني في بنات يعني بتبات في نبطشيات والسواد تحت عينيها. طب ليه يا بنت الناس كده؟ مش مطلوب منك، مش مطلوب. اعمليه عشان بس الله يبارك لك، عشان بس ما حدش يجي يقول انت ضد حقوق المرأة. انت زي الفل، انت صح، اعمل اللي انت عاوزاه، بس بعد كده ما تجيش في المستقبل تقولي هو احنا الرجاله بنقول ان احنا في حاجات فوتناها، في حاجات احنا كان المفروض نعملها من الاول. الطب مثلا، انا هتكلم عن الطب مثلا، الطب بيسحل، بياخد جزء كبير جدا من حياتك لدرجه ان في حاجات انت بتفوتها. طب انت بنت، مش مطلوب منك ده، مش مطلوب منك ده. وبعد كده بالمناسبه انا اختي بنت، اختي بنت ايه، عندي اختي برضو بشري وحياتها تقيله. انا زمان كنت بقول لها لما تبقي عايزه تشوفي مستقبلك كمان 10 سنين، شوف اخوك اللي اكبر مني. يعني ما شاء الله، الله اكبر، هي حاجه حلوه جدا. وحلو ان البنت تبقى مشغوله، دماغها مشغوله، ان لم تشغل نفسك بالحق شغلتك نفسك بالباطل. لو ما شغلتش نفسك بحاجات قويه وكويسه وحلوه هتقع. وده حلو ومهم للميلز والفيميلز الاثنين. وبص، يعني برضو عشان ننجز الموضوع، لان انا ما بقتش بحب الناس اللي بتتكلم كتير جدا عن الصحه النفسيه والهطل. يعني ناس كتير جدا بتتكلم في اوفر، ناس كتير اوفر جامد جدا. كل الكلام ده حله بسيط، يبقى عندك حياه. يعني ايه؟ يعني عندك شغل، بتنزل الصبح تخلص الشغل بتروح تشوف هوايه تهواها، هوايه. لان ناس كتير جدا ما عندهاش. انا بصراحه من الناس اللي ادركت او اخدت بالي من ده بالصدفه، يعني لما كنت قاعد مع دكتور في المانيا فبيسالني ايه هواياتك. هواياتي؟ يعني ايه هوايات؟ ده احنا دول عالم ثالث قوي بقى، مفيش حاجه اسمها هوايات. هوايتي ان انا بنزل اقعد على القهوه. انا مش من الناس اللي بتقعد على القهوه بالمناسبه، بس يعني انا لما قعدت افكر الناس في مصر هنا دنيتهم ايه في الهوايات، قليل جدا. احنا بنهتم بيها الناس المتجوزه
ومخلفين بيهتموا بان اطفالهم يبقى عندهم حاجات بيعملوها، ودي النادي، هاتوا من النادي، مش عارف ايه، ده حلو. بس احنا بقينا بنقصر في حق نفسنا في الحاجه دي لما كبرنا، ما بقيناش بنعملها لنفسنا. هوايتي يا عم انا عايز انزل اقعد مع اصحابي على القهوه، ده حلو، ده حلو. في ناس بتهتم بالتمرين، ده حلو برضو. والتمرين مش مطلوب منك انك تروح تعمل فورمه بقى بيج رامي، ده مش مطلوب منك، مش مطلوب منك خالص. بس مطلوب منك انك في حاجه انت بتروح تعملها بتريستارت، تعمل ريفريش كده لدماغك. التمرين انت لن تتخيل مدى الريستارت اللي هو بيعمله، بيعمل شت داون للاوفر ثينكينج الرهيب اللي انت بتبقى عايش فيه طول الوقت وبتفكر في حاجات كتير جدا. ده بحكم السوشيال ميديا اللي سحلاك يعني، بتفكر في حاجات كتير جدا. انت يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون بتعملك ريستارت هي النوم، غير التمرين النوم، انك تروح تنام شت داون. فخليك فايتر، دور على بنت. انا الرساله دي مسج ليا، خليك فايتر ودور على بنت فايتر. وحتى انت لو حطيت الكونسبت ده في بالك والله العظيم فعلا هتنبسط. يعني فايتر يعني خليك حلو فايتر كده، والبنت تبقى معاك فايتر، هتبقوا مبسوطين انتوا الاثنين. لكن انتوا الاثنين معلش انا اسف، لو انتوا الاثنين فشله بطيخه اهلا وسهلا، مش هتبقوا مبسوطين. انت لا انت هتبقى راضي عنها ولا هي هتبقى راضيه عنك، مش هتبقوا طايقين بعض. ويا عيني طول الوقت قاعد عمال بتفكر وهي قاعده عماله بتفكر، اصل انا عايزه الواد مش عارف يبقى عامل ايه، وهو انا عايز البنت تبقى مش عارف عامله ايه. حبيبي انتوا الاثنين اصلا صفر، فبتدوروا على ايه؟ وده نسبه كبيره من المصريين، او يعني من ريليشن شيبس اللي في مصر كده للاسف. ولكن ده لا يمنع ان مصر برضو فيها حاجات حلوه كتير جدا، يعني ناس حلوه وسكر وعندهم مشاعر، بغض النظر تاني عن الحاجات الغير منطقيه اللي بتحصل في مصر. بس تاني مع السفر الاكسبتنس بتاعك بيبقى تنين مجنح، تبقى قوي، الاكسبتنس عالي، الاكسبتنس في حته تانية، بتتقبل الناس بكل حلو ووحش، كل الناس يلا اللي بعده. بيبقى حتى لو حد انت الطبيعي قبل ما تسافر، انت لو حد كان عمل معاك الموقف ده انت تبقى عايز تديله بالقلم على وشه او يعني ما بس بقى في ايه، ما تتلم. لا دلوقتي قشطه عادي. وبقيت بحب القعده، يعني امبارح قعدت قعده، انا مش من الناس اللي بتسهر، بس قعدت قعده انا انبسطت. ناس يعني وحشني الحس المصري ده، هفتقده بس هبقى مبسوط لما ارجع تاني، وابقى مقدر كل لحظه، كل قعده، كل دقيقه، كل ساعه. انا يعني في رجاله بالنسبه لهم قعده القهوه دي عاديه روتينيه بنقعدها، بس لا انا بالنسبه لي هتبقى حاجه خروجه، حاجه مميزه بس. والشغل على فكره الشغل مش حاجه وحشه، الشغل ده بيعمل بالانس، بيعمل طعم لحياتك، انك يبقى عندك حاجه حلوه بتعملها في الدنيا. خليك فايتر، والله فايتر دي هتخلي حياتك طعم السكر، نهارك ابيض. بعد ما قفلت الفيديو حسيت ان انا عايز اضيف حته لنفسي كده. ده مش ويندوز اكس بي، بس انا حبيت الوول بيبر، يعني حابب الباك جراوند دي، فقلت لا لازم تطلع معايا. يعني تاني دي مسج ليا، خليك فايتر، يعني ما تسيبش فرصه لحاجه ممكن تعملها ما تعملهاش. يعني خلي اي فرصه ممكن تعملها اعملها، شوف الصعب فين واعمله. ارمي نفسك يا باشا، اطحن، ايه المشكله؟ هتبات في الشارع، ايه المشكله؟ يلا ارمي نفسك، اطحن. بص دور على المرمطه فين وارمي نفسك فيها. غربه هتهالي دي، انا بحب انا الغربه. خليك في عزم، في قوه، في انا عايز اطحن، لان دماغك طول الوقت هتميل انك تخليك في الكومفورت زون. مصر حلوه وتقعد وتهدى، جميل والله، جميل. بس لا يا اسطى، نحن لم نخلق لهذا، احنا خلقنا لنكدح في الدنيا. طحن. انا بقول الكلام ده نفسي ليه؟ لان انا عارف وقت ما هبقى جاي اسافر في حاجه جوايا كده هتبقى ايه، ما هنا حلو، ما نقعد ونعيش وخلاص. لا يا باشا، انا عارف ان هتيجي عليا اوقات، لان انا ممكن اشارككم وانا في القريه اللي انا رايحها دي هبقى قاعد لوحدي تماما. بس ابقوا اسالوا عني، بس ده الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تعملها. بس الطحن فين هروح له، الخساره فين هروح لها، اي فرصه مهما كنت هتخسر فيها يلا. بس اشوفكم وقت ما اشوفكم.